خير يا فارس؟ في ايه؟ ده انا كنت لسه داخل اغير هدومي وانام. ويا ترى بقى كان هيجي لك نوم عادي؟ ضميرك مرتاح؟ ايه بقى لزوم الكلام ده يا اخي؟ قول لي، جاي دلوقتي عايز ايه؟ هو انت ازاي تاخد قرار بوقف مشروعي وانت عارف ان انا ماضي شروط جزائيه تعدي حساباتي في البنك؟ مش انت عامل لي فيها بقى الجامد اللي مفيش حد عارف يوقفه؟ اشرب. هو انت بتعمل كده ليه يا يوسف؟ هو انت ازاي بقيت عامل كده، ولا انت كده من الاول وانا مش عارف؟ ايوه، هو انا بقى كده من الاول وانت ما كنتش عارف. انا طول عمري قوي بس صبور، بفوت بس ما بنساش، بحذر بس لو اللي قدامي بقى ما استجابش بحاسبه ومن غير رحمه. سيبك بقى انت من الكلام ده. انت لو اخدت القرار ده يا يوسف ملوش غير معنى واحد، انك بتخسرني لاخر يوم في عمري. لان لما الاخ يوقع اخوه يهده وهو عارف، يبقى انت مش باقي على حاجه. ايوه عارف وقاصد كمان. ما انا نصحتك كتير وانت اللي ما سمعتش. من اول ما رجعت مصر وانا بحاول افهمك ان الدنيا دي ليها نظام، ان العيله دي ليها كبير وليها قوانين، بس انت برضو مش عايز تفهم. وصل بيك الحال ان انا اشاورك على شخص بعينه واقول لك ما تقفش جنبها، ما تساعدهاش، وانت ولا انت هنا عامل نفسك مش سامع. خلاص ماشي، ما دام انت بقى جامد كده وشهم يبقى استحمل. طيب وانا ايه اللي مطلوب مني بقى يا يوسف؟ اولا ليل لو شفتها بتتقطع حتت اوعى تتدخل، ده واحد. اتنين، فرح اختها مش عايز اشوف خلقتها لا جوه الشركه ولا بره الشركه، وانت كمان تقطع علاقتك بيها. تلاتة، تعتذر لرؤية على كل المواقف السخيفة اللي انت عملتها معاها. أربعة، من هنا ورايح أي كلمة هقولها هتسمعها وتنفذها من غير أي نقاش. طب اسمع انت بقى. واحد، لا انا ولا فرح هنسيب الشركه. اتنين، ليه لو حد مسها بحاجه انا هزعله جامد. تلاته، تبلغ رؤية تشيلني من دماغها عشان المره الجايه هتزعل. اربعه، مش كان في اربعه باين؟ اربعه، لا انت ولا اللي اتخن منك ليه كلمه عليا يا يوسف. فارس استنى، اسمعني كويس يا فارس. انت محتاج تفوق، انت مش عارف انت بتواجه ايه، واحنا بنديلك اخر فرصة عشان تلحق نفسك وتعيش عيشة صح. خليك معانا وحياتك هتبقى احسن، وانا بوعدك بده، والا كده هتبقى بتقلبها حرب وهتخسر كل شيء. الله، دي بتهددني بس انا ما اتعودتش ان انا ارد على واحده ست. بس من الواضح ان دي قوانين البيت ده. اعلى ما في خيلك اركبه يا يوسف، انت واللي ممشياك. فارس، خلصت يا حبيبي، احنا جربنا معاه كل حاجة، ومن اللحظة دي لازم كل واحد يقف عند حده. اوعى تتراجع يا يوسف. مش هتراجع وهتشوفي. فارس، معلش يا ليل، ما كنتش سامعك. كنت بدور عليك في الدور اللي فوق. ايه مالك؟ لا لا مفيش حاجه، انا تمام. هو انت مش شايف وشك؟ ده انت كأنك داخل خناقه.
انا شكلي داخل خناقه فعلا يا ليلى. في ايه مع مين؟ تشغليش بالك، مفيش حاجه. يا سلام، اشمعنى انت بقى شاغل بالك بيا وبمشاكلي وبتحلها؟ قول لي في ايه؟ يلا قول. قول. ايه قول. ايوه اضحك كده. انا مش مصدقه، اكيد مش هيعمل كده. بس هو عمل كده فعلا. طب ليه؟ بسببي صح؟ مفيش سبب في الدنيا يخلي اخ يعمل مع اخوه كده، يعني بسببي. حتى لو ده مش مبرر. وبعدين يعني هو انت عملتي ايه اصلا لكل ده؟ انت عارف ان انا ما عملتش حاجه، بس انا دلوقتي كل اللي يهمني ان انت ما تتأذيش.